السلام عليكم أزول في اللوم، مرحبا بكم ناس الجهاز كتوجور مع جديد وأخبار شبيبة القبائل. هكذا ستلعب شبيبة القبائل على الألقاب بفضل اختياراتها الصحيحة. بن يطو يعطي موافقته إلا في شبيبة القبائل، هكذا يعني اختيار صائب، وهذا اللاعب كنت أتمناه كثيرا في شبيبة القبائل. وأيضا في الفيديو راح خليكم تسمعوا بن شبير يثير ضجة كبيرة على خبر أنه بلايلي ما قاعش يتدرب منذ نهاية مباراة الديربي، والجميع من الصحفيين ينتقد المدرب الجديد للمنتخب الوطني علاش ما عيطلوش واللاعب ما قاعش يتدرب. تسمعوا بن شبير يرد بثقيل على رئيس مولودية الجزائر الحاج أرجم، ويقول له ألا دافع عليه هو ما قاعش يتدرب. المهم بن شبير أثار الكثير من الجدل حول موضوع بلايلي اللي ما قاعش يتدرب. لايك الفيديو، أبوني في القناة، ولكم تعليق تسمعوا الفيديو آخر الفيديو تسمعوا تصريحات بن شبير. المهم بن يطو أحسن صفقة لو تتم، والله العظيم لاعب ممتاز جدا جدا، قادر تلعب به شبيبة القبائل على الألقاب. هذه صفقة يعني صراحة هذا مهاجم، يعني الشبيبة لو تظفر بهكذا لاعب يعني أنها راهي ماشية في البروجي على الطريق الصحيح. هذا المهاجم ربما الكثير من الأنصار كانوا يتمنوه في الكثير من الأحيان، ولكن ربما اللاعب يلعب خارج البلد وأيضا بقيمة سوقية عالية مع سوء تسيير. ربما ما كانش هناك أموال كانت في تلك الفترة ما خلاتش الشبيبة تقدر تجيب لاعب كما هذا، والآن الأموال كاينة، وجب التسيير الجيد. لاعب ممتاز، نتمنى أن نشوفوه في شبيبة القبائل مع عدة لاعبين راهم يقولوا تفاهموا مع اللاعب بن يطو، أيضا مع إلياس شتي الذين أعطوا موافقتهم. هي مجرد كلام أو حبر على ورق، نتمنى أن يكون حقيقة. ننتظر الجديد في هذه الصفقة حتى نستطيع الكلام، يعني صفقة جيدة مع حسن التسيير. راح يكون هناك لاعبين ربما ممتازين سيكونون ضمن تشكيلة شبيبة القبائل لموسم 2024-2025 إن شاء الله. هذا سنترككم مع تصريحات يعني مثيرة للجدل. بن شبير تكلم وكشف حقيقة أنه بلايلي ما قاعدش يتدرب، بعدها يجي يقولوا لك في الاستوديوهات علاه ما عيطلوش. لماذا تدافعون عن لاعب ربما ما قاعدش يتدرب؟ أو هل هناك أسباب تجعله ما يتدربش؟ هل هذا هو الاحتراف؟ هل هذا هو اللاعب الذي يستحقه مكانه في المنتخب الوطني؟ كل هذا تسمعوه مع بن شبير الذي يرد على حجر جم. اسمعوا واش قال. ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناة، واتركوا لنا تعليق. شوف، في قضية بلايلي محمد التي أثارت الكثير من اللغط. هذه كلمة غير منضبط. انت كنت انتقدت يوسف بلايلي في حصة أنا أمس. ننتقده كأخ محمد، والله وربي شهد على ما أقول، لأني أعرف أنه يملك إمكانيات ضخمة وكبيرة، وأعرف أنه ما زال له عامين على الأقل يقدر يقدمهم في كرة القدم في أعلى مستوى، سواء مع الأندية أو مع المنتخب الوطني. وأتمنى من صميم قلبي أن يعود إلى رشده ويكمل ما تبقى له من مسيرة كرجل ناضج، كلاعب محترف، حتى نراه في كأس العالم. أنا نذكره من هذا المنبر يا يوسف بالليلي، عندك كأس إفريقيا وكأس العالم في عامين فقط. نعم. لا تضيع هذه الفرصة، عندك مدرب يعطيك الفرصة، لا تضيع هذه الفرصة، لا تضيع هذه الفرصة. كاين بزاف اللي تهجموا عليا قالوا لي انت ما تحبش يوسف بالليلي وراك تدخل، علاش راك تدخل غير منضبط. انا من الله العظيم ما نكره، انا انسان نحبه هذا يوسف بالليلي، والله كلاعب كرة قدم نحبه، كشخص ما نعرفوش، ما تكلمتش معاه كثير، كنا عندنا بزاف هكذا كنا نتكلموا انا وياه بالرسائل، ومن بعد انقطع الاتصال. عندنا كنت على تواصل حتى مع والديه، حتى عمي حفيظ ثاني كان عندي تواصل معه، وانا نتمنى من عمي حفيظ ثاني ايضا نوجه له رساله يلعب دور ايجابي مع يوسف بالليلي. اذا حب يشوف وليده يولي المنتخب الوطني الجزائري لازم يحط له النقاط على الحروف. انا والله ما من الناس اللي يجي يقولوا له راك مليح كمل، راك مليح. يوسف بالليلي محمد لمعلوماتك
من الديربي امام اتحاد العاصمه لم يعد الى التدريبات مع مولوديه الجزائر الى غايه اليوم. نعم. رغم ذلك يخرج رئيس الفريق ويدافع عن يوسف بلايلي. من حقه انه يدافع عن اللاعب، ولكن لازم توبخ اللاعب ولازم تفرض الانضباط على اللاعب، لانه هذا اللاعب راه اهم لاعب في فريقك رفقه ربما وسط الميدان زوغرانا. ومع احترامي لكل اللاعبين نتكلم على القيمه الفنيه، وما كلهم لاعبون جيدون، كلهم ساهموا في التتويج التاريخي بالبطوله، ولكن يبقى زوغرانا رفقه بلايلي اهم عنصرين. يعني بلايلي لم يعد الى التدريبات، لم يعد الى التدريبات الى غايه اليوم محمد. ومن بعد تخرج بمنشور في انستغرام وانت رئيس مولوديه الجزائر، منشور ترد فيه على الناخب الوطني. هنا راك تسيء للاعب اولا، لانك راك واش من رساله توجهها للاعب تاعك، راك تقول له معليش دير واش تحب وانا ندافع عليك وانا نخبي عليك. لا، دافع عليه، معليش دافع عليه ببيان رسمي، دافع عليه بالاحصائيات ماشي باخفاء الحقائق. دافع، قول باللي احصائياته مليحه، كان سبب كبير جدا في تتويجنا بالدوري الجزائري، قدم دفعه كبيره سواء فنيه او معنويه لنادي مولوديه الجزائر، وساهم في اعاده انصار مولوديه الجزائر اللي نحييهم ونبارك لهم بلقب البطوله بهذه المناسبه، ونتمنى لهم قادم افضل ان شاء الله سواء في الكاس او في افريقيا الموسم المقبل. كان عليك ان تلعب دور الأب مع يوسف بلايلي وأن تنصحه للأفضل حتى يعود إلى رشده. أنا نذكره يوسف بلايلي عندك كأس إفريقيا 2025، عندك كأس العالم. أنا نحاير كيفاش راه يعمل باش يضيع كأس العالم 2006. عندك فرصة تاريخية باش تلعب في كأس العالم، لأنه يوسف بلايلي في عمره شحال 32 سنة، نورمالمون سنة 92 عنده 32 سنة. اسمع، في كأس العالم راح يكون عندك 34 سنة. لو تكون محترف وتسير نفسك بدنيا بطريقة جيدة وتكون محترف في تدريبات وفي حياتك اليومية، يوسف بلايلي تقدر تكون في كأس العالم، تقدر تكون مع اللاعبين المشاركين مع المنتخب الوطني الجزائري في حال تأهل بحول الله تعالى في كأس العالم. علاش تضيع هذه الفرصة؟ ما تسمعش للناس اللي راهم يقولوا لك راك مليح وانت هو اللي جبت لنا الدوري وانت صح ولي رشدك قبل فوات الاوان. ما تحطمش مسيرتك الدوليه، نتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري قبل الاوان. ما زال عندك فرصه انك تكون في المنتخب الوطني. وانا نزيد نقول لك من هذا المنبر، يوسف بلايلي لما يكون في امكانياته هو احسن لاعب على الرواق الايسر في المنتخب الوطني. رسالتك وصلت امين، شكرا. انا برك حبيت نزيد اضافه، ادى موسم رائع، ولكن لما تكلم بيكوفيتش قال يعني حاله انضباطيه، ما نظنش خمم انضباط اخر. يعني هو يقول لك اليوم يوسف بلايلي يقدر يخرج لي في اي وقت في مقابله يعني وديه، لما شاف تصرفات تاعو مع الحكام. يعني يقصد انضباطه داخل ارضيه الميدان مع الحكام. هذا واش كان يقصد. يعني في اي مباراه يعني يخليه ب 10 لاعبين. ولكن كاين ناس اليوم يتركب بالموجات محمد، كاين ناس يتركب بالموجه. انا نشوف انا من بعض التصريحات لما بالليل التحق بالمنتخب الوطني في كاس افريقيا كوت ديفوار، انت عارف اللي كان مقصى من المنتخب الوطني. لما بالماضي استدعاه بعض الناس تكلموا قال لك كيفاش يستدعيه وهذا اللاعب غير منضبط وهذا اللاعب ما عندوش مكانته. ولكن اليوم نفس الاشخاص يثبت بلي كانت عنده مكان، نفس الاشخاص اليوم اللي كانوا يعني ركبوا الامواج كانوا يقطعوا في يوسف بلايلي انذاك، اليوم يقول لك كيفاش بلايلي ما عيطلوش. ركوب الامواج رياضه جميله وممتعه.